فيلمنا النهاردة بيبدأ بظابط بيقبض على شخص مشتبه فيه وبيوصله لأقرب اسم شرطة. ولما وصل الضابط الاسم بلغ المأمور وفهمه إن الشخص اللي قبض عليه كان معاه اسطوانة أكسجين وخرطوم للأسطوانة. وهو بيتكلم في التليفون قدر المجرم إنه يهجم على الضابط ويخنقه بالكلبشات في رقبته، وحاول الضابط إنه يقاوم لكن المجرم كان أقوى منه وفضل يخنقه لحد ما مات في إيده. وبعدها ركب المجرم عربية الشرطة وطلب من شخص راكب عربيته إنه يقف على جنب على إنه ضابط، وحط الخرطوم بتاع الأسطوانة على راسه وقتله هو كمان علشان يسرق العربية بتاعته. وفي نفس الوقت ده بنشوف شخص اسمه لوليان بيصطاد غزالة في الصحراء قريب من الغابة، لكن الغزالة جريت بسرعة كبيرة بعد ما ضرب عليها نار، واضطر لوليان إنه يمشي ورا آثار الدم عشان يمسكها، واتفاجئ إن في آثار دم تانية على الأرض، وشاف كلب بيجري في الغابة وكان متصاب برصاصة. وفهم لوليان إن في حد تاني موجود في الغابة، وراح عشان يراقب المكان بالمنظار ويشوف الكلب رايح على فين. فشاف عربيات كتير قدامه، ولما نزل عشان يشوف ايه اللي بيحصل اتفاجئ بمجموعة كبيرة من العربيات، وشاف مجموعة من رجالة العصابات مقتولين قدامه على الأرض، وفهم إن كان في حرب بينهم في المكان ده. ولما فتح لوليان باب عربية من العربيات اللي كانت موجودة لقى فيها راجل بيحتضر، والراجل طلب من لوليان إنه يشرب، ووقتها لوليان فهمه إنه مش معاه مية، وخد المسدس الرشاش اللي كان مع الراجل وشاف بعدها مخدرات كتير موجودة في صندوق العربية. وفهم لوليان إنها كانت مهمة تسليم بين العصابات، ورجع لوليان للراجل تاني وسأله عن الشخص اللي كان معاه الفلوس، لكن الراجل قاله إنه ما يعرفش مكان أي حد. وقعد لوليان يراقب المكان بالمنظار وخمن إن الشخص اللي معاه الفلوس لو لسه عايش يبقى أكيد مصاب، وراح لأقرب مكان عشان يرتاح، وأكيد هيختار مكان فيه ضلة بعيدا عن الشمس بتاعت الصحراء القوية. وفعلا طلع تخمينه صح، ولقى الشخص عند الشجرة لكن لقاه ميت هو كمان، وخد الشنطة اللي كانت معاه والمسدس بتاعه. واتصدم لوليان لما لقى في الشنطة فلوس كتير جدا، ورغم إنه كان عارف إنها فلوس مخدرات وهيحصل مشكلة لو خدها، لكن ما قدرش يمنع نفسه إنه يسرقها، وراح بيها للعربية بتاعته ورجع على البيت وخبى المسدس الرشاش تحت البيت عنده. وأول ما دخل البيت قابلته مراته كارلا واستغربت جدا من الشنطة والمسدس الجديد اللي معاه، وسألته هو جاب المسدس منين، لكن لوليان قال لها تبطل أسئلة لأنه مش هيجاوب عليها. وبالليل قبل ما ينام افتكر الراجل اللي كان بيحتضر وعايز يشرب، فضميره أنبه وحس بالذنب ومعرفش ينام خالص، وقرر ياخد معاه مية ويرجع المكان تاني عشان يديها للراجل. وساعتها مراته استغربت جدا وسألته هو رايح فين في الوقت ده، وعرفها انه هيعمل حاجة غبية جدا لكن لازم يعملها وهيرجع لها تاني على طول. وراح لوليان فعلا للمكان اللي كان فيه الراجل وركن العربية بتاعته بعيد، ولما وصل للراجل لقى مات هو كمان. وساعتها اتفاجئ لما شاف عربية تانية واقفة جنب العربية بتاعته، واقف جنبها 2 من رجالة العصابات، ولاحظ لوليان انهم بيقربوا عليه بالعربية بتاعتهم، فحاول يهرب لكن بيشوفوه وبيضربوا عليه نار. ولما وصلوا للمكان فضل يجري بأقصى سرعة، ولما وصل للنهر ضربوه بطلقة في ظهره ووقع على الأرض وهو متصاب، لكن وقف على رجله وفضل يعوم في النهر، ونزل وراه الكلب بتاعهم عشان يلحقه. وأول ما وصل للشاطئ هجم عليه الكلب، لكن لوليان ضربه رصاصة من المسدس ومات الكلب في لحظتها. وبعدها رجع لوليان على البيت وحاول يعالج الجرح بتاعه، وقال لمراته تجهز بسرعة وتاخد كل الحاجات المهمة من البيت لأنه اتورط في مشكلة مع ناس خطيرة ولازم تمشي من البيت وتروح تقعد عند مامتها لحد ما يقدر يحل المشكلة ويرجعوا يعيشوا تاني مع بعض. حاولت كارلا تفهم منه أي حاجة، لكن لوليان رفض يقول لها إيه اللي بيحصل، وفهمها إنه هيتصرف وإنها لازم تبعد عن المدينة كلها لحد ما المشكلة دي تخلص. وبنروح للمكان اللي كانوا فيه رجالة العصابات، وبنشوف الاتنين اللي كانوا بيطاردوا لوليان، وكان معاهم أنطونيو، وده اللي قتل الضابط في أول الفيلم، واللي بنعرف إنه بيشتغل قاتل مأجور، وقرروا يستعينوا بيه عشان يلاقي الفلوس ويقتل الشخص اللي سرقها. واداله واحد منهم جهاز لاسلكي مربوط بجهاز إرسال تاني، وجهاز الإرسال ده موجود في الشنطة اللي فيها الفلوس، وفهمه إنه أول ما هيقرب من الشنطة جهاز اللاسلكي اللي معاه ده هيعمل إنذار. ولما أنطونيو فهم إنه هيقدر يوصل لشنطة الفلوس من غيرهم عن طريق جهاز اللاسلكي اللي معاه، خد الكشاف من واحد فيهم وقتل الاتنين في ساعتها. وتاني يوم بيوصل المأمور توم والمساعد بتاعه ويندل للغابة، ولما لقوا العربية اللي اتسرقت من الراجل اللي قتله أنطونيو باسطوانة الغاز بعد ما قتل الضابط، فهموا إنه ليه علاقة باللي حصل مع رجالة العصابات، ونزلوا بعدها للمكان اللي اتقتلوا فيه رجالة العصابات وحاولوا يفهموا ايه اللي حصل. وتوم لاحظ العربية اللي كان فيها المخدرات وفهم انها كانت عملية تسليم مخدرات بين 2 من العصابات. ولما بيشوفوا عربية لوليان
بيعرفها المأمور توم، وبيقرر يروح له البيت عشان يفهم ايه اللي بيحصل. وعن طريق العربية بتاعت لوليان قدر كمان أنطونيو يوصل للبيت بتاعه، واكتشف إن محدش موجود في البيت، واتأكد وقتها إن لوليان هو اللي سرق شنطة الفلوس. وبنشوف لوليان في محطة القطر وهو بيتكلم مع كارلا وبيفهمها إنها هتبقى في أمان، وإن الموضوع مش هياخد وقت وهيخلص على طول، لكن هو بيعمل كده عشان يبقى مطمن عليها. ولما بيوصل المأمور توم ومعاه ويندل لبيت لوليان بيتصدموا لما بيلاقوا الباب مكسور، وبيدخلوا يدوروا في البيت لكن مش بيلاقوا حد. ولوليان كان أملهم الوحيد إنهم يفهموا إيه اللي بيحصل. وفهم توم إن لوليان مشي من البيت، وإن اللي كسر الباب هو نفسه الشخص اللي قتل الضابط، لكن مفيش حد فيهم قدر يبلغ عنه لأنهم مش عارفين اسمه ولا أوصافه ولا حتى عارفين هو بيعمل كده ليه. وبيوصل لوليان لفندق في المدينة وبيأجر أوضة، وأول ما بيدخل الأوضة بتاعته بيشيل الباب بتاع فتحة التهوية وبياخد جزء من الفلوس بيخليها معاه، وبيحط الشنطة اللي فيها باقي الفلوس في فتحة التهوية، وبيقفل الباب وبيخرج من الفندق وبيروح لمحل أسلحة وبيشتري بندقية جديدة وطلقات علشان يبقى مستعد لو حد من رجالة العصابات حاول يهجم عليه. وبيرجع بعدها الفندق وبيعمر البندقية بتاعته وبيجهزها، وبيتكلم لوليان مع مديرة الفندق وبيحجز أوضة تانية جنب الأوضة بتاعته عشان ياخد منها الشنطة ويبقى جاهز للهروب في أي وقت. وبنشوف بعدها أنطونيو وهو ماشي بالعربية بتاعته، ولما بيقرب صدفة من الفندق جهاز اللاسلكي اللي معاه بيعمل صوت إنذار، وبيعرف إن لوليان موجود في الفندق. ولما قرب من الأوضة اللي فيها شنطة الفلوس كان الجهاز صوته بيعلى وبيزيد، وبيدخل أنطونيو يتكلم مع مديرة الفندق وحجز الأوضة اللي كانت فاضية، لكن اكتشف إن الشنطة مش موجودة فيها. وفي نفس الوقت كان لوليان في الأوضة الجديدة بتاعته وفتح الباب بتاع فتحة التهوية وحاول يجيب الشنطة بالعصاية، وأنطونيو في نفس الوقت بيروح للأوضة اللي جنبه لأنه كان فاكر إن شنطة الفلوس موجودة فيها، ولكن أول ما فتح الباب قتل الشخص اللي كان في الأوضة. ولوليان سمع صوت الرصاص وفهم إنهم قدروا يوصلوا له، وخرج واحد تاني من الحمام وحاول يضرب نار على أنطونيو، لكن أنطونيو بيسبقه وبيقتله. وبعدها شاف شخص تالت في الأوضة فقتله هو كمان، وحاول بعدها يدور على الشنطة، ولما لقاها مش موجودة فتح الباب بتاع فتحة التهوية لكن ملقاش حاجة. ولوليان كان راكب تاكسي وقدر يهرب من الفندق وياخد الشنطة معاه. وبعدها بنشوف رئيس العصابة اللي أنطونيو قتل 2 من رجالته اللي ادوله جهاز اللاسلكي، وكان قاعد في مكتبه بيتكلم مع قاتل مأجور تاني اسمه كارسون، وطلب منه يلاقي الشنطة اللي فيها الفلوس ويقتل أنطونيو في خلال يومين وهيديله فلوس كتير جدا. وده لأن كارسون يعرف أنطونيو معرفة شخصية وهيبقى سهل عليه إنه يعرف مكانه. فبيوافق كارسون وبيمشي عشان ينفذ اللي اتفقوا عليه. وبيروح لوليان لفندق تاني وبيدي موظف الاستقبال فلوس كتير وبيفهمه ان في حد بيطارده، وبيطلب منه يبلغه في التليفون لو اي حد طلب منه يدخل الفندق النهارده. وطلع بعدها الأوضة بتاعته وقعد يدور في الشنطة يمكن يلاقي اي حاجة بيقدروا يعرفوا مكانه عن طريقها. وفعلا قدر لوليان انه يلاقي جهاز الارسال، وفي نفس الوقت بيسمع صوت بره الأوضة فبيمسك البندقية وبيوجهها ناحية الباب. واول ما أنطونيو ضرب الباب بالاسطوانة بتاعة الأكسجين ضرب عليه لوليان رصاصة بالبندقية ورمى الشنطة من الشباك ونط بسرعة، لكن أنطونيو ضربه طلقة في بطنه قبل ما ينط وقع على الأرض جنب الشنطة. ودخل بعدها لوليان من باب الفندق وهرب من الباب الخلفي بسرعة، واتفاجئ بأنطونيو وهو بيضرب عليه رصاصة تانية لكن قدر يهرب منها. وجري بعدها ووقف قدام عربية في الشارع، وأول ما ركب جنب السواق لقى السواق اتصاب برصاصة ومات في ساعتها. وبعدها أنطونيو ضرب نار على الإزاز بتاع العربية، لكن لوليان قدر يتفاداها وحاول يهرب بالعربية، لكن عربيته خبطت في عربية تانية فخرج بسرعة من العربية وراح استخبى ورا عربية موجودة في الشارع ومسك البندقية عشان يبقى مستعد. وأول ما وصل أنطونيو للعربية خرج لوليان بسرعة وضرب نار على أنطونيو، لكن ما جاتش الرصاصة في أنطونيو ونط بسرعة ورا العربية. وساعتها لوليان فضل يضرب عليه بالبندقية على أمل إن رصاصة منهم تصيبه. وبعدها لوليان قرب من العربية وخد السلاح بتاع أنطونيو واكتشف إنه قدر يهرب منه، واتحرك بعد كده وراح لسور على حدود المدينة ورمى الشنطة ورا السور ونام على الأرض وهو بينزف من الجرح بتاعه. وبيشوف بعدها مجموعة من الناس وبيديلهم فلوس عشان يوصلوه لأقرب مستشفى. وبنشوفه بعدها وهو نايم في المستشفى، ولما بيصحى بيلاقي كارسون قاعد قدامه وبيقوله إنه عارف كل حاجة عنه وعارف كمان إن شنطة الفلوس معاه، وحاول يطمنه ويقوله إن مش هو الشخص اللي بيطارده. فلوليان بيقوله إنه شاف الشخص اللي بيطارده، فاستغرب كارسون لأن أنطونيو قاتل محترف ونادرا لما حد بيشوفه وبيفضل عايش. وفهمه لوليان إنه كان جندي سابق في الجيش وحارب مع بلده قبل كده. وهنا كارسون قال له إن أنطونيو مستحيل يسيبه إلا لما ياخد منه الفلوس ويقتله. وفهمه كارسون إنه كمان عارف
ان كارلا مراته مستخبية عند مامتها، واكيد انطونيو كمان قدر يعرف مكانها وممكن يروح لها في اي وقت، ونصحوا كارسون انه يديله الفلوس لان هو الشخص الوحيد اللي هيقدر يساعده ويحميه. واتضايق لوليان جدا وبقى خايف على مراته، لكن قرر يغامر للنهاية ورفض يقوله على مكان الفلوس، وفهم كارسون انه مش محتاج مساعدته وانه هيقدر يحمي نفسه ومحدش هيقدر يقرب من مراته. وساعتها كارسون فهمه ان المغامرة مش هتبقى في صالحه، وقال له انه هيسيب له وقت يفكر، وساب له رقم تليفون الفندق اللي هيبقى موجود فيه لو غير رأيه. وفي نفس الوقت كان المأمور وصل لمرات لوليان وحاول يعرف منها اي حاجة عن مكانه عشان يقدر يساعده. ولما رفضت كارلا انها تقوله على مكانه، عرفها ان لوليان متورط في مشكلة مع مجرمين في شدة الخطورة ومش بعيد يموت لو قدروا يوصلوا له قبل ما هو يوصل له. لكن كارلا فهمته ان لوليان بيقدر يتصرف لوحده ودايما بتحصل معاه مشاكل من النوعية دي وبيقدر يحلها من غير مساعدة. وكلامها ده ضايق توم جدا وقال لها تفكر كويس في كلامه وتتصل بيه لو قررت تغير رأيها. ولما رجع كارسون للفندق اللي مقيم فيه، اتفاجئ بأنطونيو وهو طالع وراه على السلم ومصوب عليه البندقية، ودخلوا مع بعض للأوضة بتاعته واتكلم معاه كارسون وحاول يقنعه انه يسيبه عايش مقابل انه يديله كل الفلوس اللي موجودة في حسابه. لكن أنطونيو رفض عرضه وكلمه باستهزاء وقال له انه عارف المكان اللي موجودة فيه مرات لوليان وعن طريقها هيجبر لوليان انه يجيب الفلوس لحد عنده. وفي وقت ما هما بيتكلموا تليفون كارسون بيرن، وفهم أنطونيو ان كارسون قدر يوصل للوليان واتفق معاه، فصوب أنطونيو عليه البندقية وقتله. وبعدها رد على التليفون وتأكد ان لوليان هو اللي بيتصل عشان يتفق مع كارسون، وعرفه ان هو أنطونيو وانه قدر يعرف بيت مراته وحاول يعمل معاه اتفاق، وقال له قدامك حل من الاتنين، يا تجيب الفلوس وتيجي لحد عندي وتبقى انقذت مراتك، او هقتل مراتك وبعدها هقتلك وبرضه هاخد الفلوس. وساعتها فهم لوليان ان أنطونيو قتل كارسون وانه هيوصل له وهيقتله هو كمان بعد ما ياخد منه الفلوس، فقرر يغامر للمرة الأخيرة ويفهم أنطونيو إنه مش موافق على الحلول بتاعته، وقفل المكالمة معاه وكان متضايق جدا عشان الموضوع كل شوية بيكبر وبيتعقد. وخرج من المستشفى وراح عشان ياخد شنطة الفلوس، وبعدها راح محطة القطر وكلم مراته كارلا وعرفها إنها في خطر، وطلب منها تجهز بسرعة عشان تقابله في فندق في مدينة اسمها الباثو. وعرفته كارلا إن المأمور قابلها وحاول يعرف منها مكانه أو إيه اللي بيحصل معاه، لكنها فهمته إنها ما تعرفش أي حاجة. وقال لها لوليان إنه هيقابلها في الفندق وهيسيب معاها الفلوس وهيخليها تسافر بالطيارة لأي بلد تانية. لكن كارلا قالت له إنها مش هتقدر تسيبه، وهنا لوليان عرفها إنها لو سافرت بالفلوس مفيش حد هيقدر يقتله طول ما الفلوس معاه، لكن بالعكس هو اللي هيقدر يأذيهم. وحاولت كارلا تعرف مين الناس دي وبتعمل معاه كده ليه، لكن لوليان رفض يقول لها أي حاجة. وفي نفس الوقت ده بيوصل أنطونيو لمكان رئيس العصابة، وأول ما بيدخل بيقتله بالبندقية عشان يضمن إنه مش هيبعت أي حد تاني عشان يقتله. وبتنفذ كارلا طلب لوليان وبتسافر مع مامتها لمدينة الباثو. وأول ما بيوصلوا للمدينة بتنزل الشنط من التاكسي وطلبت من مامتها تستناها لحد ما هتروح تتصل بلوليان وترجع تاني بسرعة. ومع إن أنطونيو قتل رئيس العصابة الأول، إلا إن رئيس العصابة التانية لسه عايش لحد دلوقتي، وقدر يوصل لمامة كارلا واتكلم معاها وعمل انه بيساعدها في تنزيل الشنط، وقدر يعرف منها هي هتروح على فندق ايه واللي طبعا هيكون موجود فيه لوليان. وكارلا كانت بتكلم المأمور توم في نفس الوقت وقالت له ان لوليان هيكون موجود في الفندق وانها خايفة عليه، وطلبت منه يروح بسرعة علشان يحميه. ولما بيكون توم في طريقه للفندق بيشوف مجموعة من رجالة العصابات وهما بيضربوا نار على شخص موجود هناك، وبعدها بيهربوا بسرعة بالعربية وبيسيبهم وبيكمل طريقه للفندق. ولما بيوصل بيلاقي ناس كتير مقتولة قدامه وبيتصدم لما بيشوف لوليان مقتول هو كمان، وبيعرف انه وصل متأخر جدا. وكارلا بتوصل وبتشوف عربيات الشرطة موجودة في كل مكان وبتنهار لما بتعرف ان لوليان اتقتل. وبيقابل توم بعدها رئيس شرطة المدينة وبيفهمه ان لوليان مات وما لقوش معاه شنطة الفلوس، وان اكيد رجالة العصابات اللي قتلته هم اللي سرقوها. ورئيس الشرطة بيقول لتوم انه متضايق جدا عشان كل فترة بتحصل حادثة بنفس الطريقة بسبب المخدرات والفلوس. وعرفوا توم انهم لحد دلوقتي مش متأكدين اذا كان اللي قتل الضابط هو نفسه اللي قتل لوليان واخد الفلوس ولا عصابة تانية هي اللي عملت كده. وبيرجع بعدها توم للفندق اللي اتقتل فيه لوليان عشان يشوف لو
في أي حاجة ممكن توصله للي عمل كده، وبيلاقي توم الباب مكسور عن طريق اسطوانة أكسجين، وبيفهم إن القاتل وصل قبله، فبيطلع مسدسه وبيدخل الأوضة بكل هدوء وهو مستعد، وبيدور في كل مكان لكن مش بيلاقي حد موجود. ولما بيقعد بيشوف المسامير بتاعت فتحة التهوية وهي على الأرض، وبيفهم إن لوليان كان شايل الفلوس في فتحة التهوية وعشان كده محدش قدر يلاقيها، وإن أنطونيو هو الوحيد اللي عرف يوصل لمكانها. وتاني يوم بعد الجنازة بتدخل كارلا البيت بتاعها وبتلاقي الإزاز مكسور، وبتتصدم لما بتدخل أوضة النوم وبتلاقي أنطونيو قاعد مستنيها، فبتتكلم معاه كارلا بكل هدوء وقعدت قدامه وفهمته إنه مش مضطر يقتلها وإن جوزها لوليان خلاص مات. لكن أنطونيو بيقول لها إنه مضطر يقتلها لأنه وعد جوزها بإنه هيعمل كده، لكنه فضل نفسه وعشان الفلوس قرر يضحي بيها. واستغربت كارلا من كلامه وقالت له انه مجنون، وان كلامه مع لوليان ملوش اي لازمه دلوقتي لانه مات والموضوع انتهى خلاص ومفيش حد مضطر انه يعمل اي حاجه. وانطونيو قال لها انه هيساعدها ورمى الكوين اللي في ايده وطلب منها تختار، ولو طلع اختيارها صح هيسيبها تعيش ولو طلع غلط هتموت. لكن كارلا رفضت تختار وفهمته ان الكوين دي مجرد وسيله وان هو اللي بيختار يقتلها او لا. فقرر انطونيو انه يسيبها تعيش وفهمها انها لو بلغت عنه اي حد هيضطر يرجع تاني عشان يقتلها، وسابها وخرج من البيت وركب العربية بتاعته وهو بيفكر في كل حاجة حصلت من أول ما بدأ المهمة. وهو في الطريق كانت إشارة المرور لونها أحمر، ومع ذلك كمل وقطع الطريق فخبطت فيه عربية واتصاب أنطونيو من الحادثة وخرج من العربية وهو بيقاوم من الإصابات اللي عنده. ولما بيقرب عليه 2 من الأطفال عشان يطمنوا عليه خد أنطونيو من واحد فيهم القميص بتاعه واداله بداله فلوس وربط إيده المكسورة بالقميص وسابهم وكمل في طريقه للهروب. وبنشوف توم بعدها وهو في بيت والده، واللي بنعرف انه كان ضابط سابق هو كمان، وبيحكي له عن اللي حصل في القضية الأخيرة وهو متأثر. وقرر توم يسيب الخدمة في الشرطة ويكمل بقية حياته في سلام بعيدا عن المشاكل. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. يا رب يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو لو حابين تشوفوا أفلام جديدة.